دي شقة الأولانية، هما شقتين مفتوحين على بعض. ده الكوريدور بتاع العمارة، وبعدين دي مدخل الشقة التاني. بنخش بنلاقي منظر كده كما هو. نخش نلاقي حمام كبير واسع، وبعد كده بنلاقي هنا هو ريسبشن بص على الشارع الجانبي. هي الشقة مقفولة بقالها كتير، فعشان كده الشقة هنا ده الشارع الجانبي، شايف البحر برضو من الناحية دي. وده منظر الهول هنا هو ده، دي الريسبشن الأولاني في الشقة الأولانية. نخش بنلاقي بقى هنا هو في طرقة فيها أول أوضة، أرضياتها نظيفة وحيطانها نظيفة مفيهاش حاجة. وبعد كده الأوضة التانية برضو أرضياتها نظيفة وحيطانها نظيفة. بعد كده هنا بنلاقي حمام صغير، يبقى ده تاني حمام. وبعد كده الأوضة التالتة برضو أرضياتها نظيفة بس ما فيهاش نور وفيها مكيف وحيطانها برضو نظيفة. دول 3 أوض نوم، ال3 أوض دول يعني هي أرضياتهم خشب. وبعدين هنا في مطبخ صغير محتاج طبعا توضيب لأن فيه غاز طبيعي وحاجات زي كده، لأن شقة مقفولة بقالها مدة، بس فيه غاز طبيعي المفروض يعني مواسيره موجودة، بس أنا مش عارف العداد فين. الأوضة هنا الحتة ديت الأرضية هنلاقي فيه الباركيه هنا ضرب. الباركيه دوت حاجة من الاتنين، يا هيتصلح يا هيتفور كله ويتحول إلى سيراميك. ده الريسبشن، والريسبشن ده فيه أول بلكونة اللي بص على البحر مباشرة. ده في الدور الأول على طول. وده باقي الريسبشن. في الشباك التاني يبقى بلكونتين وشباك على البحر مباشرة زي ما احنا شايفين كده، احنا على البحر مباشرة في جليم. وهنا المنظر من هنا ريسبشن كبير قوي، باركيه. حتة الباركيه اللي موجودة ديت ممكن تتفور وتتصلح. وده مطبخ تاني ممكن يتعمل حمام او ممكن يتعمل اي حاجه تانيه، وعداد الغاز اهو موجود. وده مدخل الشقه التاني اللي احنا فتحنا وابتدينا الفيلم منه، اللي هو ده باب الشقه التاني. يعني الشقه ليها مدخلين. شقه معروضه للايجار مده طويله، بحيطانها من فوق كلها محتاجه وش نظافه. نو مور ذان ذس. عينك لاداره الاملاك، حسين ابو شهاب.